طريقة تغيير باسورد الواي فاي وإخفاء شبكة الواي فاي وتغيير اسم شبكة الواي فاي. طبعا الراوتر اللي احنا بنتكلم عليه موديل H188A. يعني لو عندك الراوتر ده اللي هو موديل H188A، تمام، فهو الشرح ليك، سواء بقى شركة فودافون، شركة اورنج، شركة وي، شركة اتصالات. طالما الموديل اللي بكرره تاني اهو، طالما الموديل H188A، فخلاص الشرح ده ليك، ما يفرقش بقى اي شركة من الشركات الاربعة. تمام. طيب، وفي ملحوظة تاني، لو حضرتك بقى شغال في شركة اورنج زي انا كده بالظبط، انا شغال في شركة اورنج، تمام، يعني انا مشترك في شركة اورنج، تمام، ومعايا الراوتر موديل H188A من شركة اورنج، تمام، اللي هو الراوتر البلاك. تمام. طيب، دايما بتيجي عند الشبكة بتلاقي مكتوب اورنج. يعني مثلا انت حبيت تغير اسم الشبكة، خليتها وليكن احمد، تمام، هتلاقي مكتوب اسم الشبكة بتاعتك اورنج داش احمد. طيب، لو كتبت اسم الشبكة وليكن مثلا سعيد، او اي اسم، تمام، هتلاقي مكتوب مثلا اورنج داش سعيد. طب خليني عايز اخفي الشبكة واكتبها حرف او حرفين، تمام، وخفيت الشبكة في الراوتر ده او في الخيار ده، هتلاقي مكتوب طبعا بعد ما بتخفي الشبكة بيبقى مكتوب اورنج مثلا داش وليكن حرف A B مثلا. طيب، انا لما اجي اكتب الشبكه لشخص مثلا، هبدا اكتب له بعد ما خفيت الشبكه بتاعتي، لازم اجي اضيف الشبكه، هقعد بقى اضيف، اكتب اورنج وبعد كده داش بعد كده اي بي، فالحوار ممل. انا بقى في الفيديو ده برضو هخليك تعرف تخفي كلمة اورنج ازاي من اسم الشبكة نهائي. يعني اسم الشبكة كتبته احمد هيبقى احمد، بس كتبته اي بي عشان لما تخفي الشبكة يبقى سالم معاك، هتكتب برضو اي بي. تمام. اما انسى بقى كلمة اورنج دي. تمام. طيب، كل اللي انا عايزه منك، سواء بتستخدم الموبايل بتاعك او جهاز الكمبيوتر، فهو الشرح. انا هستخدم الجهاز الكمبيوتر، حضرتك هستخدم الموبايل، فهو الشرح. تمام. كل اللي علينا هنيجي عند المتصفح بتاعنا بالشكل ده كده، وهبدأ أكتب 192.168.1.1. تمام، هقول انتر. طيب، لو الصفحة دي فتحت معاك ما تقلقش منها خالص، الناس اللي هي صفحة الراوتر مش بتفتح معاهم أول ما بتجيب لهم كده. كل اللي أنا عايزه منك هتضغط على إعدادات متقدمة، بعد كده تضغط على متابعة إلى 192.168.1.1 غير آمن، هنضغط عليها. هيبدأ يفتح معاك صفحة الراوتر عادي، مفيش أي مشكلة زي ما انتم شايفين اهو. تمام. هنا بقى بيطلب منك يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر، هنكتبهم زي ما مكتوبين بالظبط في ظهر الراوتر ونرجع لكم تاني. طبعا رجعنا لكم تاني بعد كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي هم في ظهر الراوتر. هنقول لوج ان. الصفحة تبدأ تفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما الصفحة فتحت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هقول لوكال نتورك، هنضغط على لوكال نتورك، بعد كده نختار على دبلولان. طبعا الراوتر ده بيبث شبكتين 2.4 وال 5 جيجا هرتز. تمام. طيب، انا طبعا بقفل ال 5 جيجا هرتز لان انا مش في احتياج في ال 5 جيجا هرتز. ليه بقى؟ لان ال 5 جيجا هرتز المدى بتاعه قصير جدا، عايز تكون قاعد في غرفة على الاقل، تمام، تكون جنب الراوتر قوي وتكون قاعد في غرفة. تمام. طيب، انا بالنسبه لي بقى بحب اخلي 2.4، وكل الناس بتحب تخلي 2.4 عشان المدى بتاعها اطول. تمام، المدى بتاعها اطول، ممكن يجيب من 100 متر. يعني انا ممكن ابقى الراوتر هنا هو في الاوضه، وممكن اكون بعيد عن الراوتر ب 100 متر، تمام، بس ما يكونش فيه حيطان كده، جدار جدار جدار، هتلاقيه يجيب معاك بعد ال 100 متر كمان، او في حدود ال 100 متر تقريبا. تمام. طيب، هنا طبعا هنختار حاجه اسمها دبلولان اس اس اي دي كونفيجريشن. تمام، اس اس اي دي كونفيجريشن. تمام. ملحوظه يا شباب، لو انت عايز تفعلها برضو ال 5 جيجا هرتز فعلها عادي، بس لازم تكون قاعد في الغرفه زي ما قلت لك. تمام. انا بالنسبه لي قافلها، كل واحد ليه الحاجه اللي بيحبها يعني. تمام. زي ما قلنا كده، هنضغط على دبلولان اس اس اي دي كونفيجريشن، هنبدا نضغط عليها، هيبدأ يظهر معايا الشبكات بالشكل ده. تمام. طبعا انا فاتح
شبكتين، تو اس اس اي دي واحد واس اس اي دي اتنين مفعلهم عندي. تمام. انا لو عايز اخلي شبكه واحده فما فيش اي مشكله، هضغط كده هتبقى شبكه واحده اللي شغال عندي. تمام. هنا طبعا انت عندك اس اس اي دي واحد واس اس اي دي اتنين واس اس اي دي تلاته واس اس اي دي اربعه، دول خاصين بشبكه 2.4. 2.4 الاربع شبكات دول لو انت عايز تفعلهم مره واحده هتفعلهم وتعمل لكل شبكه باسورد عادي، مفيش اي مشكله. تمام. الاربعه دول لو انت عايز تفعلهم لهم يعني مره واحده. تمام. طيب هنا بقى عندك الاس اس اي دي 5 واس اس اي دي 6 واس اس اي دي 7 واس اس اي دي 8. تمام. الاربع شبكات دول اللي هم 1 2 3 4 دول خاصين ب 5 جيجا هرتز، وانا قافل 5 جيجا هرتز. تمام. طيب هنيجي طبعا عند شبكه اس اس اي دي رقم واحد، لو ضغطنا عليها كده بص كده هتلاقي اس اس اي دي نيم اورنج، بعد كده بي كيو دي زي. تمام. يعني ممكن اخليها وليكن احمد. تمام. طيب انا خليت الاسم اهو اس اس اي دي نيم بقى مكتوب فيها اورنج داش احمد. طيب انا عايز اخفي بقى كلمه اورنج دي بقى اللي احنا عاملين عليها مشكله. لو انت حضرتك عايز تخفي كلمه اورنج ما تظهرش معاك في الشبكه خالص، كل اللي عليك هتبدا ايه؟ تقفل الخطوه دي، هتبدا تقفل الشبكه دي. تمام. بعد ما تقفل الشبكه دي مش هنختار بقى اس اس اي دي واحد، لان اس اس اي دي واحد فيها كلمه اورنج، لا احنا عايزين بقى نتخطى كلمه اورنج، مش عايز اشوف كلمه اورنج مكتوبه معايا في الشبكه. تمام. هتبدا تختار اس اس اي دي 2 او اس اس اي دي 3 او اس اس اي دي 4. انا ممكن اختار مثلا وليكن افعل شبكه اس اس اي دي 3 ايه كده، انا فعلت شبكه اس اس اي دي 3. انت عايز تفعل 2 ماشي، عايز تفعل 4 ماشي، بس رقم واحد هيظهر فيها كلمه اورنج عشان تتخطاها وما تفعلهاش. تمام. طيب هنيجي عند اس اس اي دي 3 نضغط عليه بالشكل ده كده، هتلاقي هو اس اس اي دي نيم. هنبدا ايه نغير اسمه مثلا وليكن نخليه برضو احمد. احمد اهو. تمام. كده بقى اسم الشبكه بتاعتي احمد. تمام. اس اس اي دي هايد اهيت، لو انت عايز تعمل اخفاء لشبكه الواي فاي هتبدا تضغط على اون، هتحدد على اون. تمام. في اس اس اي دي هايد. تمام. كده انت عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام. هنضغط هنا على الخيار ده ونختار اخر خيار. تمام. عشان الحمايه ويشغل كذا جهاز قديم مع جديد والكلام ده كله. تمام. هنا طبعا الباسورد انا ممكن امسح كده الباسورد وابدا اكتب الباسورد اي حاجه. طب انا مش عارف انا كتبت ايه، هاجي عند الخيار ده كده اهو زي ما انتم شايفين شو باسورد، ابدا احدد عليه هتلاقي اهو ده الباسورد اللي احنا كتبناه. تمام. هبدا ايه امسحه كده وابدا وليكن مثلا اكتبه احمد برضو احمد مثلا ات 1 2 3 شباك حرف الاي كابيتال مثلا، حرف الدي سمول مثلا كده. كتبت كلمة المرور قوية. تمام. اهي زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما بكتبها بضغط على ابلاي. تمام. مجرد ان انا ضغطت على ابلاي زي كده كده حفظ معايا الاعدادات. تمام. حفظ معايا الاعدادات. انا غيرت اسم الشبكه خليتها احمد كده، خفيت اسم الشبكه. تمام. كده عملت الحمايه، كده غيرت الباسورد لباسورد اقوى. تمام. ولكن لو انت عايز تعمل اخفاء الشبكه عشان ما تقعدش تكتب احمد او براحتك يعني، ممكن تخليها، انصحك تخليها حرف او حرفين او 3 حروف. مثلا اخليها حرفين مثلا اي. تمام. لو هتعمل اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام. بعد كده دوست على ابلاي خلاص انا فعلت الشبكه، ولازم تتاكد انت مفعلها من هنا. تمام. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك بقى الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد وكومنت حلو منك كده. السلام عليكم.